باش نفهموا البلان كيفاش وقع خصنا بعدا نرجعوا من الاول 2022 فين عصام الشرعي تولى القياده ديال المنتخب الوطني قل من 23 عام. بدا كيتريني بالفرقه، جمع الفرقه ديالو، بدا كيتعرف على اللعابه شويه بشويه، كيلقطهم لعاب بلعاب، وشارك بينهم في البطوله ديال افريقيا قل من 23 عام اللي ربح فيها البطوله. كاملين عجبنا وعجبونا الدراري اللي بانوا ديك الساعه وتفائلنا بهذا المنتخب هذا. ولكن دازت الوقت وداز واحد الخبر اللي بزاف ما ردوش ليه البال، هو ان عصام الشرعي ما بقاش المدرب ديال المنتخب بسبب خلاف مع وليد الركراكي. شنو هاد اللعيبه اللي غيكون طلبها وليد الركراكي من عصام الشرعي، وعصام الشرعي قال ليه لا وتفارقوا، ولكن غيكون شرطها على المدرب الجديد اللي هو طارق السكيتيوي، والسكيتيوي غادي يقبل على راسو هاد الحاجه اللي ما بغاهاش المدرب اللي قبل منه. يمكن هي الحاجه اللي شفنا في الماتش ديال اليوم وحتى في الماتشات الفايتين، تدخل ديال وليد الركراكي في الخدمه ديال المدرب.